متابعين الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير. اليوم نحكي لكم قصة من قصص الشيخ أحمد ناصر الذهب. طبعا عنوان القصة هذا الزامل. قال: لحت عفرت يا نفت من ناسكت، عليك بلغت الرسالة يا رسول. قد مصر حنت والسعودية شكت، وابن اليمن لمت تبى الباطل يزول. والله لو فدت من أيسر مغربت، ما استعملت لو يوصل السيل السبول. في مرة من المرات كان الشيخ أحمد ناصر مجتمع بأصحابه في القريشية، بأصحابه جميعا هناك، وكان في واحد بينهم اسمه صالح نفت. طبعا صالح نفت هو زي ما تقول له طرف أو مزين أو الخدام حق الشيخ، لكن كان يتميز بذكاء وفطنة غير عادية، يعني ينجح في الموقف ينجح. دعاه الشيخ أحمد ناصر وقال له: يا صالح أنا أشتيك في موضوع. قال: ابشر بعزك يا شيخ. قال: خلاص في الحصن بنتكلم، بنتحدث في الحصن. تروحون كانوا مجتمعين في القريشية، وصلوا للحصن. أقبل صالح نفت له عنده، قال له: أنا أشتيك معي جواب، توصل لي الجواب هذا إلى عند جبر بن جبر. قال: ابشر بعزك يا شيخ، لا نوصلها لعند جبر بن جبر. قال: الفرس حقي جاهز، الخيل حقي جاهز، وهذا البردة يعني زي ما تقولوا أو لك، وذي الجواب بيجهز للصباح. قال: يعتمد. المهم كتب الشيخ الجواب، وكان في الجواب رسالة للرئيس السلال. طبعا كاتب فيها الأخ رئيس الجمهورية السلال، الرئيس عبد الله سلال: نقول لكم تحايا مشايخ البيضاء، تحية مشايخ البيضاء، ونقول لكم بأنكم غير أكفاء للمهمة هذه وما تصلحوا للرئاسة، هو اعتبر نفسك طالب من مشايخ البيضاء، طلاق الخلود. هذه كانت محتوى النص. المهم بزل الرسالة واتجه فيها لعند جبر بن جبر، وصل عنده قال له: أنا رسول الذهب والموضوع 1 2 3 يعني. قال له: ابشر بعزك واهلا وسهلا فيك. قام جبر بن جبر استقبل صالح نفت، وفي اليوم الثاني دوروا مسؤول خلاه وصله لباب القصر. وصل لباب القصر الجمهوري، دخلوا الوساطة اللي معاهم من المسؤولين، كلموا الرئيس. قال الرئيس: دخلوا خلوه يدخل. دخل، وصل عنده، استقبله، سلم عليه، وبز منه الظرف الموجود، وكان متقابل هو على طاولة. فأثناء ما كان يقرأ الرئيس الجواب، كان مركز عليه الذي هو حامل الرسالة صالح نفت. شافه قد وجهه بيتقلب خطوط أحمر وأبيض وأسود، قدوا لا يخطط من الموقف. درى إن به حاجة. أدرك عندما العسكر اتجهوا أصليه يمسكوه، اهتموا عليه العسكر. قال: يا سيادة الرئيس، ما أنا إلا رسول، أوصل رسالة وصلت الجواب وأرد جواب، أوصل رسالة وأوصل وأرد رسالة. وكان معه طبعا مخيط الذي بيخيط فيه الغربان حق الماء الغرب. قال: خرجه وقال له: يا سيادة الرئيس، هذه هي مهنتي. المهم خرج من فم الحنش، صرف نفسه. قال له الرئيس: خلاص هذا الجواب بكتب لك الرد فيه وتوصله لعند الذي مكنوه. كتب في خلف الجواب تهديد لهم، وحتم فيهم انه بايديهم وكذا وكذا. وداله 60 ريال فرنسي، هذه مصروف الطريق والله يفتح عليك. صالح نفت خرج قدو في موقف صعب، يعني الدنيا بتشير فيه خيط بخيط. يعني الشيخ أحمد ناصر الذهب يرسلني للموت، مش معقولة كيف. المهم اتجهوا قدو بهذاك الزخم من الزعل والغضب، وصلوا له قيفة المناسح والناس مجتمعين مخزنين. دخل على طول، قال: السلام عليكم، وسلم عليهم. لما وصل عند الشيخ قال: تحية، ومشى.
الشيخ أحمد ناصر الذهب قام أدرك انقد الرجال وقعت له هزة، قدم له عنده سلم عليه وحكمه بالجنبه. قال كيف تحكمني يا شيخ أحمد وأنت مكنتني لا مكان، قصدتني للموت، أنت مكنتني للموت، إيش عادك بتحكمني؟ لا أتحكم ولا شيء. قال هذا حكمك واحكم بما يحكم الناس وأنا سداد. وألقاه هذا الزامل الشيخ أحمد ناصر، قال لحت عفرت يا نفت من ناسكت، عليك بلغت الرسالة يا رسول، قد مصر حنت والسعودية شكت، وابن اليمن لمت تبى الباطل يزول، والله لو فدت من يسر مغربت، ما استعمرت لو يوصل السيل السبول. وقال يا نفت أنا حكمتك احكم بما تريد وأنا سداد. قال يا شيخ أيش أحكم؟ أنت نويت لي الموت، أنا مش مستوعب الموضوع لهذا الحين، كيف رضيت علي في هذا؟ قال أنا ما نويت لك الموت ولا بعتك ولا استرخصتك، أنا كنت واثق تمام الثقة إن هذه رسالتي ما حد بيوصلها ولا بينقولها لأنت، لكن الحمد لله على السلامة وعملت الرسالة الذي نشتيها واشتي تحكم وأنا سدد. الرجال حنب أشي يحكم أشي يقول، استشار الخبرة في جنبه كيف، قالوا رد الحكم للشيخ، قل له يا شيخ الحكم راجع لك. قال يا شيخ وأنا رديت الحكم لك. قال الشيخ أحمد ناصر ها وأنا تيه جنبيت أحمد ناصر لك وفي ملكك. رد قال لا يا شيخ وأنا عفيت لوجهك. قال لا والله ما طلعت لي جفار إنها جنبيتك من اليوم ورايح، وأشكرك على شجاعتك وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى أنا بزل جنبه الرجال مرتاح مكيف جنبيت الشيخ أحمد ناصر الذهب، وخرج نفسه طيبة وسلامتكم. هذه من المواقف حق الشيخ أحمد ناصر الذي كان يوقف ضد الظلم والطغيان، ما كان يهاب شخص. ولنا لقاء في المرة القادمة في قصص وزوامل عديدة. تحياتي لكم الشاعر أبو سوسن الهيبي.